إن لأهلك عليك حق. يعني إيه الكلام ده يا رجالة؟ يعني إيه الكلام ده يا أبهات؟ يعني إيه الكلام ده يا أزواج؟ الحقوق مش حقوق مادية، إن أنت تأكل وتشرب وتلبس. لأ، في حقوق تانية. في حقوق احتواء، في حق الإحساس بالأمان، في حق إن أنت تفهم مشاعرهم. ليهم حقوق تانية كتير قوي عندك، أنت ناسيها ومركز بس على الماديات. مراتك أو ولادك محتاجينك في حاجات تانية مهمة جدا. محتاجين إن هم يحسوا بوجودك حواليهم، محتاجين إن هم يحسوا بالأمان من ناحيتك، محتاجين إن هم ياخدوا رأيك في مشاكلهم وفي حياتهم، محتاجين الحضن والطبطبة منك. زي ما هم محتاجين إن أنت تأكلهم وتشربهم وتعلمهم الحاجات دي، كمان هم محتاجينها. إن لأهلك عليك حق في المشاعر والاحتواء والاهتمام. ركزوا يا رجالة شوية مع مراتاتكم ومع ولادكم، انتوا مش ATM.